فيلم ذا سايلنت توينز اللي موجود على اوسون ديماند بيتكلم عن قصه غريبه جدا وحقيقيه عن اختين توأم ما كانوش بيتكلموا غير بعض، وكانوا بيتكلموا بعض بلغه ما حدش بيفهمها غيرهم. كانوا عايشين في العالم بتاعهم، ما كانوش بيتعاملوا خالص مع العالم الخارجي ولا حتى مع اهلهم. الفيلم متاخد عن كتاب ذا سايلنت توينز، وهنا شايفين الكاتبه قاعده مع الاختين جينيفر وجون. وعلى فكره واحده من الاختين عمل كتاب. للاسف المخرجه اللي انا مش عارف انطق اسمها دي خدت الحكايه من على الوش خالص من بره، حتى ما حاولت تخش جوه دماغ البنات وتعيشنا في الهلوسه اللي هم عايشين فيها او في العالم بتاعهم ده، برضو ما جاتش معاها. من الاخر الفيلم ده كان محتاج واحد زي دارين ارونوفسكي اللي اخرج ذا ويل وبلاك سوان وريكويم فور دريم، وبالذات بقى ريكويم فور دريم ده هو كان اخرج ذا سايلنت توينز بنفس طريقه ريكويم فور دريم. احنا مش بس كنا عشنا مع البنات وجوه العالم بتاعهم، كان زماننا بنتكلم باللغه بتاعتهم وفهموا الهلوسه دي دخلت جوانا. هل الفيلم ده يصلح للاطفال؟ لا. هل يصلح كديت؟ لا. هل يصلح كموفي نايت؟ لا. هو يصلح انك تتفرج عليه لوحدك عشان خاطر تشوف ايه القصه الغريبه دي. يقال ان عشان خاطر ان البنتين دول كانوا البنتين السود الوحيدين اللي موجودين في المدرسه، فكان بيتم التنمر عليهم، حتى المدرسه كانت بتطلعهم بدري عشان خاطر يتجنبوا المضايقات، ويمكن هو ده اللي خلاهم يقفلوا على نفسهم. بس هم لو دي الحقيقه، طب ما كانوش برضو بيكلموا اهلهم. بالمناسبه يا جماعه الايدنتيكال توينز بيبقى ليهم سايكولوجي خاص في التعامل، ما ينفعش خالص لو نلبسهم زي بعض ونعملهم ان هم شخص واحد. انا اسمي عزت امين، من فضلكم اعملوا لي لايك ومتابعه وشير.